الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وتابعيه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتنا اليوم عن الادخار. والادخار أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هو توفير ما زاد عن الحاجة لإنفاقه وقت الحاجة. الادخار هو توفير ما زاد عن الحاجة لإنفاقه وقت الحاجة، يعني توفر اللي زاد عن احتياجاتك عشان لما تحتاج بعد كده تلاقي شيء معاك، تلاقي بعض المال يساعدك على مكابدة الحياة. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والمال أحباب النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل عنه الإنسان، سيسأل عنه العبد يوم القيامة، سيسأله ربه سبحانه وتعالى. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. لاحظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السؤال عن المال ذو شقين: مما اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. هذا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مما اكتسبوا من الحلال أم من الحرام، من الحق أم من الباطل. هذا الشق الأول. الشق الثاني: فيما أنفقه في فعل الخيرات، أنفقه على عياله، على احتياجات عياله، أطعمهم وكساهم وأسكنهم وزوجهم، أم أنفقه في المفسدات والمسكرات وأعمال الشر وفيما لا ينفع. فيما أنفقه أنفقه لازم يصير عن حاجتين في المال: مما اكتسبه وفيما أنفقه في الإسراف. الله سبحانه وتعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أترضى أن لا يحبك الله؟ أترضى أن تكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله؟ كلوا واشربوا، استمتعوا بحياتكم كيفما شئتم بالحلال،
ولكن لا تسرفوا في أمور لا تستحق، ليست فيها حاجة وليست لها أهمية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا قول ربنا سبحانه وتعالى. قول ربنا سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والمال الله سبحانه وتعالى أعطاه لنا وأعطانا حق التصرف فيه، وهو ليس مالنا، إنما هو مال الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال ليس مالنا، ولكن الله هو الذي استخلفنا في هذا المال، هو مال الله وهو أمانة عندنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي هذا المال حقوق لأناس كثيرين أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا يبين لنا الله فيه أن الأقرباء لهم حق في أموالنا، لهم حق في أموالنا. القريب له حق، والمسكين له حق، وابن السبيل له حق. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لم يقل ربي سبحانه وتعالى تجملا عليه، ولكن قال حقه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذا كان المال عندنا زائد فليس من حقنا أن نبذر فيه وأن ننفقه في أمور لا تستحق، في أمور الفساد، ولكن هذا المال يجب علينا أن نوصله إلى أصحابه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أتحب أن تكون أخا للشيطان؟ أتحب أن تكون كفورا مع الشيطان؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا تبذر أخي المسلم في مالك، ولا تفعل به المنكرات، ولا تنفقه في أشياء مكروهة عند الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتدال في الإنفاق صفة من صفات عباد الرحمن. اقرأ في آخر صفحتين في سورة الفرقان صفات الرحمن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، من صفات عباد الرحمن التي سمعتموها، وهناك صفات أخرى ذكرت في السورة في آخر صفحتين من سورة الفرقان، منها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا أي أنهم لم ينفقوا أموالهم في أمور لا تستحق، في أمور تافهة، في بذخ لا يفيد ولا ينفع. لم يسرفوا ولم يقتروا أي لم يضيقوا على أولادهم حتى يجوعوهم وحتى لا يكسوهم مثلا. لا، وسع على أولادك. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي اعتدال في الإنفاق، تنفق فيما يستحق وتوفر ما زاد عن الحاجة لتجده عند وقت الحاجة. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تضيق على أولادك، ولكن لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اعتدل في الإنفاق، وإن كان الأمر مضيق عليك ستجد بعد ذلك السعة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيوسع عليك الله وييسر لك بعد العسر. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفات عباد الرحمن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها الاعتدال في الإنفاق، لها أجر عند الله، لهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزاء الذين لهم صفات عباد الرحمن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاعتدال في الإنفاق. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في نهاية السورة أولئك جزاؤهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرف في الجنة، الغرف المساكن الطيبة في الجنة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاء لمن؟ لهؤلاء عباد الرحمن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين من صفاتهم الاعتدال في الإنفاق. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الملائكة تحييهم والله يحييهم والمؤمنون يحيون بعضهم في الجنة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، لا خروج من الجنة، حياة سعيدة نعيم دائم في الجنة خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. مكان طيب حسن سعيد فيه كل السعادة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الخير الذي تتمناه، كل النعيم الذي تتمناه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده في غرف الجنة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وتابعيه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعتدل في الإنفاق قبل أن تصيبنا الندامة والحسرة. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي يعلمنا في سورة الإسراء. يقول الله هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تضيق على نفسك وعلى أولادك وعلى الناس الفقراء والمساكين، لا تضيق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تنفق بالمرة ولا تبسطها كل البسط، لا تنفق كل ما في يدك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تنفق هذا المال في أمور كافية لا تستحق، في أمور غير نافعة. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. عندما تحتاج تقول يا ليتني وفرت الزائد عن حاجتي، كان سينفعني في هذه اللحظة. تلوم نفسك وتندم، ولا يفيد في ساعتها الندم، فتقعد ملوما محسورا، تتحسر على ما ضيعت من مال فيما لا ينفع. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المعتدين في الإنفاق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المعتدين في الإنفاق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المعتدلين في الإنفاق يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل أمورنا يا كريم، واجعلنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم قربنا إليك وحببنا إليك. اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين، اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين، اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين.
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج هم المهمومين، وسدد دين المدينين، واقضي حوائج المحتاجين، واقضي حوائج المحتاجين، واقضي حوائج المحتاجين، وألف بين قلوب المؤمنين، ووحد كلمة المسلمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك في شباب المسلمين، بارك في أولاد المسلمين، وبارك في بنات المسلمين، ونجهم من كيد الشيطان وكيد الكائدين، ونجهم من كيد الشيطان وكيد الكائدين، ونجهم من كيد الشيطان وكيد الكائدين، ويسر لهم كل أمورهم يا كريم، وأصلح لهم أحوالهم يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في عبادك الصالحين، واجعلنا وإياهم في عبادك الصالحين، واجعلنا وإياهم في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بالحلال عن حرام يا رب العالمين، واغننا بالحلال عن حرام يا رب العالمين، واغننا بالحلال عن الحرام يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بحج بيتك يا كريم، اللهم أكرمنا بحج بيتك يا كريم، وصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين، وصلاة في المسجد الحرام يا رب العالمين، وصلاة في المسجد النبوي يا كريم. وأكرم كل مشتاق يا رب العالمين، وأكرم كل مشتاق يا رب العالمين، وأكرم كل مشتاق يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. توفنا مع الأبرار يا رب العالمين. أحسن ختامنا بلا إله إلا الله، أحسن ختامنا بلا إله إلا الله، أحسن ختامنا بلا إله إلا الله، وعمل صالح يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم صلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا رحمكم الله. نسأل الصبر لكم الصبر لكم الصلاة. أقرب ما يكون عبد ربه ورساله تكسر الدعاء كما يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اللهم آمين. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا رب.